ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكوا بقصة جديدة. لو عجبتكم فعلوا الجرس واشتركوا في القناة وقولولي رأيكم في الكومنتات. انا ست متجوزة وكل الرجالة حاولت معايا، بس راجل واحد بس هو اللي سمحتله يدخل شقتي ويدخل حياتي. خلوني احكيلكم حكايتي او قصتي النهاردة عشان ناخد من القصة دي العبرة والنصيحة. انا اسمي سمر وعندي 29 سنة، متجوزة وانا عندي 19 سنة، عايشة مع جوزي في قرية في محافظة الاسكندرية، لكن اهلي وعيلتي في محافظة تانية. اهلي ناس بسيطة وعايشين في بيت بسيط جدا، وظروفنا المادية كانت برضو اقل من المتوسط بشوية. ابويا كان شغال موظف بسيط جدا في شركة، وامي كانت ست بيت قايمة بواجبات بيتها على اكمل وجه. ليا اختين اصغر مني، واحدة عندها 17 سنة والتانية 21 سنة. حكايتي بتبدأ من وانا عندي 19 سنة بسبب شكلي الجميل. كنت بتعاكس كتير جدا في الشارع، وكان في ناس كتير بيحاولوا يخطبوني، وبرغم كل المعاكسات دي ما كنتش الحمد لله بكلم اي شباب. طبعا على ايامي واحنا صغيرين ما كانش فيه موبايلات وكده، كانت المراسلات يعني لو حد عايز يبعت لحد حاجة بتبقى عن طريق الواجبات او التليفون الارضي، واحنا كمان كان عندنا تليفون ارضي وكان برضو بيجي عليه معاكسات كتير. وابويا وامي كانوا بيثقوا فينا جدا بشكل كبير، وكانوا مخليني انا واخواتي البنات على حريتنا في كل حاجة. لكن حريتنا دي كانت ليها عقاب كبير جدا وقع علينا، عشان انا لما وافقت على جوازي من جوزي اللي انا عايشة معاه دلوقتي، كانت موافقتي دي على عكس ارادة ابويا. بمعنى ان ابويا ما كانش موافق، لكن قال لي لو انت موافقة خلاص براحتك اتجوزيه. وبالفعل اتجوزت وانا تقريبا 20 سنة. اتجوزت صغيرة لاني ما كملتش تعليم، كنت واخدة دبلوم التجارة. جوزي اسمه سيد، ولما جه عشان يخطبني او يتقدم لي ما كانش حيلته حاجة تقريبا، بس كان انسان طيب يا دوبك جهز حاجات بسيطة في بيت العيلة بتاعته، وانا وافقت عليه عشان لقيته سايبني بحريتي في كل حاجة. يعني في الخطوبة ما كانش بيقول لي مثلا اللبس ده ضيق، وما كانش بيحاول انه يضايقني باي حاجة، وعشان كده وافقت عليه وقلت لنفسي هتعيشي مع انسان طيب زي ابوك وبرضه هتاخدي حريتك. وانا ما كانتش حريتي دي فيها اي حاجة غلط، يعني كنت بحب البس على مزاجي وبحب احط ميك اب وكده، بس عمري ما عملت حاجة حرام، وكنت برضه جدعة وبشيل مع امي شغل البيت واكتر كمان. المهم اتجوزت سيد وعشت معاه في بيت العيلة عنده. البيت كان دور واحد بس كبير جدا، وكنت عايشة معاه في أوضة والحمام كان مشترك للبيت كله. وأنا وافقت أدخل البيت العيلة عشان سيد وعدني إنه ياخد لنا بيت برا لوحدنا. وافقت بس بعد سنتين من الجواز يكون جاهز فلوس يشتري بيها البيت. في السنتين دول حصل بلاوي كتير جدا دمرتني وكانت دمرت حياتي. كان عايش معانا في البيت اخوات جوزي وامه، كان ليه 2 اخوات اكبر منه، مسيطرين على كل حاجة، مسيطرين على الارض الزراعية بتاعتهم، وكلمتهم هي اللي بتمشي على البيت كله. كل واحد فيهم كان متجوز واحدة، تقدروا تقولوا عليها كده ستات معلمين، ستات عندها جبروت في المعاملة، وكل واحدة فيهم مسيطرة على جوزها، تقول له امشي كده يمشي. انما جوز سيد كان مختلف عنهم شوية، وما كانش بيحاول ابدا انه يفرض عليه اي حاجة، بالعكس كان بيقول لي اعملي الاكل لامي وكنت بعمله، وبحاول اراضيه برضو ان اروق لها البيت وكده. بدأت المشاكل لما لقيت سلايفي بيغيروا مني من غير سبب، وكانوا بيعاملوني كأنهم قرفانين مني، وكنت بقول لنفسي هو انا عملت ليهم ايه؟ اكتشفت بعد كده ان رجالتهم يعني اخوات جوزي كانوا واخدين بالهم مني قوي، وانا ما كنتش واخده بالي، ولما بنقعد كلنا مع بعض كانوا بيبصولي كتير بس برضو ما كنتش باخد بالي. عشان كده كانوا بيغيروا مني وبيحاولوا يطفشوني من البيت، اللي ترمي زبالة قدام باب الأوضة، واللي ترمي مية على الغسيل المنشور بتاعي. عملوا فيا حاجات كتير قوي في محاولة ان انا اسيب البيت. طبعا كنت بشتكي لجوزي كتير، بس للأسف جوزي ما كانش ابدا بيحاول يجيب لي حقي، ولا حتى كان بيحاول يتكلم مع اخوات، وكان بيسكت وبيقول لي هكلمهم بعدين، وما كانش بيكلمهم ولا حاجة. انا ما كنتش متعودة على المضايقات دي، بدأت اكره البيت واكره الأوضة بتاعتي، وبقيت كل شوية اتناقش مع جوزي عشان نسيب البيت في أسرع وقت. كل اللي كنت ملاحظاه هو سلبية جوزي وخوفه من اخواته، والمصيبة الكبيرة اللي خلت المصايب تيجي ورا بعض إن اكتشفت إن جوزي محوش فلوس من قبل الجواز وما كانش قايلي. ولما عرفت وسألته قلتله انت ما قلتليش إن معاك فلوس؟ قال لي أصل أنا محوشها كده عشان الزمن، عشان لو خلفت أعمل مستقبل لعيالي. حسيت وقتها إني قليلة قوي في نظر جوزي وفي نظر نفسي، لدرجة إني الدرجة دي موجعني، ومش بتشتري لي لبس جديد ولا جزمة جديدة، ومحوش الفلوس ومستخسر فيا، وانا عملت بما يرضي الله. انا بالرغم من اني كنت في بيت ابويا واخدة حريتي،
بس ما كنتش إنسانة جريئة، كنت خجولة ومعرفش أقول كلمتين على بعض قدام حد. لحد ما في يوم أخو جوزي لقيته دخل الأوضة عندي وبيفتح باب التلاجة، رحت وراه وقلتله انت بتعمل ايه في الأوضة بتاعتي؟ قالي بحط فيها شوية حاجات. قلتله بس دي تلاجتي، المفروض يعني تستأذن الأول. لقيته زعقلي جامد وقالي دي تلاجة أخويا، انت اللي تحطي حاجتك بره. طبعا أنا معرفتش أرد عليه خالص، ولما جه جوزي من الشغل حكيتله، لقيته بيقولي خلاص خلاص يا صاحبي محصلش حاجة أنا هكلمه. ولقيت جوزي برضه بارد في رده. اتضايقت جدا جدا وقررت وقتها ان انا خلاص هسيب البيت واروح بيت اهلي، ولما يعرف يجيب لي حقي ويحميني من اخواته ارجع له تاني. رحت بيت اهلي. ابويا اول حاجه شاف جزمتي بالصدفه لقاها مبهدله قوي، ومن قبل ما يعرف المشكله قال لي جزمه مين دي؟ قلت له دي بتاعتي يا بابا. قال لي دي جزمه بني ادمين، هو انت جوزك مش بيشتريلك حاجه ولا ايه؟ وازاي يخليكي تخرجي كده؟ انا انهارت وقتها وقعدت اعيط. المهم استنينا ان هو يجي يصالحني ويحل المشكله، وللأسف مجاش. اكتشفت في المشكلة دي انه بيعاندني، وانه مادام انا اللي مشيت يبقى ارجع لوحدي. ما كنتش اعرف انه عندي بالشكل ده، وبصراحة انا مش عارفة بيعاند على ايه، وعلى رجولته اللي مش واضحة ولا على كذبه اللي كذبه عليا. المهم قعدت عند اهلي تقريبا كده 4 شهور، وكنت قررت خلاص اني هروح ارفع عليه قضية خلع. لكن اتغير كل حاجة لما عمه الكبير جالي عشان ارجع البيت، وقال لي ان جوزي جاتله جلطة وراحوا بيه المستشفى. ابويا طبعا عشان راجل عنده اصول قال لي مادام لسه في ذمته يبقى الاصول بتقول نروح نزوره ونشوف ماله. طبعا احنا رحنا المستشفى، بس لقيناه خلاص رجع للبيت. لقيت جوزي لا حول ولا قوة الا بالله، بيتكلم بطريقة غريبة جدا، يعني لسانه تقيل في الكلام وعينه زي المحولة كده. قالوا لي ده بسبب الجلطة اللي جاتله. طبعا لما شفته كده صعب عليا جدا، ولما امه كلمتني وقعدت تتحايل عليا ارجع تاني قلت لها هرجع، بس عشان هو عيان ولما يخف همشي ولازم اعيش لوحدي. بس للاسف ما كنتش اعرف ان جوزي مش هيخف وهيفضل كده. المهم رجعت البيت تاني وفضلت اهتم بجوزي وعلاجه واكله وشربه، لحد ما المبلغ اللي كان سايبه في الاوضه خلص. كانوا حوالي 1000 جنيه. 1000 جنيه زمان طبعا كانوا كتير قوي قوي، مش زي دلوقتي. المهم حاولت اسأله عن الفلوس اللي كان محوشها، قال لي دي مع اخويا الكبير. رحت سألت اخوه الكبير على الفلوس، قال لي انه ما خدش منه حاجة. سألت اخوه التاني، قال لي برضه نفس الكلام. سألت كل اللي حواليه، كلهم كانوا بينكروا انه معاهم فلوس. وقتها انا انهارت ورحت قلت لابويا، قال لي يمكن بيضحك عليكي ومش محوش فلوس ولا حاجة. واكتشفت طبعا بعدها ان اخوه الكبير كان معاه الفلوس بس انكر. بعد تقريبا 4 شهور كده حالة جوزي بتزيد مش بتقل، وانا كنت وصلت لمرحلة صعبة جدا. كنت خلاص حسيت ان انا صغيرة على البهدلة دي، بس كنت برضو بقول لنفسي حط نفسك مكانه، يبقى لازم تتحملي شوية. بس اللي خلاني ما اتحملش بقى هو اخوه جوزي الكبير. بدأ يتودد لي بطريقة غريبة جدا، بدأ يتعامل معايا كويس جدا، بدأ كمان يجيب لي الطلبات كلها من بره. كنت بقول لنفسي الحمد لله اخوه طلع راجل اهو، شال عني همي في الكبير، كفاية عليا اديله العلاج واغسل وامسح وكده. وفضلنا كده يوم ورا يوم لحد ما جه اليوم المشؤوم ده. جوزي سيد كان خلاص ما بقاش بيتكلم خالص، بقى بيتكلم بس تقيل جدا ومحدش فاهم منه حاجة. وفي يوم شاورلي انه عايز حد يخرجه بره قدام الباب يقعد شوية. لقيت على اخوه الكبير جه وشاله وقعده قدام البيت، وانا طبعا دخلت تاني عشان كنت بعمل اكل ليا ولجوزي. وفي اليوم ده كان البيت كله في الأرض عندهم، كانوا بيحصلوا تقريبا زي كده معاينة. لقيت فجأة أخوه الكبير دخل الأوضة عندي وقفل الباب وراه وحاول إنه يتقرب مني. أنا اتصدمت وقلتله أنت عايز إيه؟ افتح الباب. قال لي أخويا هيموت وأنا هتجوزك. ما تخافيش مش هعمل حاجة. أنا اترعبت أساسا من الموقف ده، والحمد لله كنت قريبة من الباب. فتحت الباب وخرجت بسرعة وقلت والله ما هدخل البيت ده تاني حتى لو أخوك هيموت. جريت بلبسي بتاع البيت، استلفت من الجيران فلوس وركبت مواصلات ورحت بيت اهلي. كنت طبعا منهارة جدا، حكيت لهم على كل حاجة. بابا اصر ان اتطلق فورا، وان كده احنا عملنا الاصول على الاخر. بس في الاخر بابا قال لي هنصبر شوية عشان نشوف هيخف ولا هيموت. طبعا ده كان رأي بابا، ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، بس هو ده اللي صح. ما كنتش اعرف بصراحة دماغ بابا فيها ايه بالظبط. انا كنت بس فرحانة اني مش هرجع تاني البيت. بس طبعا بعدها نظرات الناس اللي ما تعرفش الحقيقة بقت كلها كلام، يعني وصل لي كلام انهم بيقولوا عليا ان انا بعت جوزي،
وناس تانية تقول دي شافت شوفة تانية لما جوزها تعب. بس أنا قلت عادي، اللي عايز يقول حاجة يقولها براحته. عشت بقى في بيت أبويا سنة كاملة، وفي السنة دي جالي رجالة كتيرة جدا، كل واحد فيهم عايز يتجوزني، بس أنا ما وافقتش نهائي. لحد ما في يوم لقيت باب البيت بيخبط. أمي راحت تفتح الباب، لقيت سيد جوزي واحد من الجيران بتوعه شايله ومطلعه السلم، وبيقول لي اخواته قسموا البيت وسابوه عند عمه، ملوش مكان يقعد فيه، واخوه الصغير قال لي اجيبه عندك. انا اتصدمت والبيت كله كان في حالة صدمة. بابا قال له خده تاني ورجعه لاخواته، اهله اولى بيه، احنا هنطلق بنتنا ونجري في اجراءات الطلاق. وفعلا الراجل شاله تاني ونزل بيه. بس انا في اللحظة دي حسيت بوجع في قلبي، حسيت انه هيترمي في الشارع مادام اخواته رموه لعمه، وعمه رماه هو كمان، هيبقى مصيره ايه؟ معرفش. ده كان تفكيري. نزلت بسرعة ورا الراجل وقلتله خلاص طلعه تاني معلش. ابويا طبعا قال لي هيقعد فين؟ قلتله هاخد شقة ايجار وهعيش معاه. هاخدها ونعيش فيها. قال لي هتصرفي منين؟ قلتله هشتغل اي حاجة. وفعلا اشتغلت، وقفت في مكتبة تصوير ورق وبقيت ادفع الايجار وادفع العلاج، وانا دلوقتي عايشة معاه. وطبعا كل يوم بفكر ومترددة، اسيبه واشوف حد يرجعه لاهله عشان اشوف حياتي اللي بتروح مني، ولا استنى، ولا هيعيش ويخف، ولا هيخف ونكمل، ولا هيموت. انا عملت كده عشان صعب عليا، بس مش عارفة بصراحة ده صح ولا غلط. ياريت تشاركوني رأيكم في التعليقات. اعمل ايه؟ هستنى رأيكم. باي باي.